ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ تعالوا مع بعض يلا نعمل احلى فتة. الفتة دي خطيرة، طريقة جميلة جدا. احلى طريقة انا بعملها، انا جربت طرق كتير قبل كده، فدي احلى طريقة انا بعملها واهل بيتي حبوها جدا، فيا رب تعجبكم ان شاء الله. تعالوا نقول المكونات. انا جايبة نص كيلو لحمة. القطعية يا بنات مهمة جدا، المكونات ديت لفردين. القطعية مهمة جدا. الثوم، عملت فصصت راس توم كاملة. تمام، عملت نصها مفروم والنص التاني انا سايباه احتياطي، قلت يمكن اعوزه، لو مش هتعوزيه كده كده ايه هتحطيه في الفريزر. ليه راس توم؟ لان الفتة بتحب التوم والخل، فتة يعني توم وخل، فكل حاجة احنا هنعملها هنحط فيها توم وخل بنسبة معينة. التوم لونه اصفر عشان انا حطاه، كنت انا حافظة التوم في الفريزر، فانا بحطه في كيس جوه كيس، وبحطه في شنطة وفي فحم عشان خاطر ما يعملش ريحة للفريزر الحاجات التانية متبقاش فيها ريحتها توم. اللحمة القطعية مهمة جدا، انا ما كنتش موفقة في القطعية، كلها طالعة حمرا، فاتمنى ان انتوا تختاروا قطعية حلوة تكون ملبسة عشان تعمل لكم شوربة، وفي نفس الوقت اللحمة تكون دايبة كده في البق وانتوا بتاكلوها. انا اللحمه اللي انا جايباها كانت بتشد، حتى لو يعني سايباها 3 ساعات تستوي بس قعدت تشد معايا برضو. المهم بعد خطوه سلق اللحمه، يعني اول خطوه تعمليها بعد خطوه سلق اللحمه على طول تقطيع العيش. هاتي العيش البايت اللي عندك، مش لازم يكون صابح، ما عندكيش بايت هاتيه صابح، وزي ما انت شايفه كده تقطعيها صغير صغير على قد البق، بحيث ان اللي يكون بياكل الحاجه تخش بقه مع شويه رز، ما يبقاش متضايق، ما يحسش ان بقه مليان، ما بيحسش ان هو المعلقه مش عارف يجيب فيها العيش، عشان تقدر ياخد كل المكونات مع بعض. القطعيه بتكون صغيره، هنحطها في صينيه وهنتبله بشوية بقى، شوفي انتي حابة ايه تتبليه بايه. انا تبلته بشوية شطة وكمون وملح، ما تتبلوش قوي وما تحطش ملح كتير، عشان خاطر بقية المكونات اللي عندنا كلها فيها ملح وفيها كمون وفيها برضو توابل، دي بس عشان تعمل طعم حلو وهو بيتحمص في الفرن. ليه انا عملت خطوة العيش بعد سلق اللحمة على طول؟ عشان خاطر العيش بعد ما بيتحط في الفرن لازم ان انا ايه اقعد اقلب فيه كذا مرة كده، عشان خاطر ما يبقاش في جزء متحمص وجزء لأ. ثانيا لازم يطلع يبرد خالص لغاية ما بقية المكونات تستوي، لان انا لو طلعت العيش سخن بعد ما خلصت المكونات كلها وحطيت عليه الشوربة، العيش مني هيتعجن، والخطوة بتاعة الفرن دي اكني ما عملتهاش. دلوقتي بقى عندكم حلتين، في حلة ستانلس وفي حلة ألمونيا. الستانلس انا هعمل فيها الطماطم، والحلة الألمونيا انا هعمل فيها الرز. حلة الستانلس والألمونيا حطيت فيها بتاع حوالي 4 أو 5 قطع صغيرة من الصنم، زائد معلقة زيت في كل حلة. الصنم يا بنات الدهنة بتاعته بتسيح أسرع من الدهن العادي، ما تسيبوهوش، لأن أنا برضه عملت الخطوة دي قبل كده، بحسبه دهن عادي سبته واتحرق مني. نضلي قلبي فيه هتلاقيه صغر بسرعة وساح بسرعة. تمام، واول ما يسيح مفروض سواء كان صلصة او زي ما انتم شايفين كده، سواء كان في الصلصة او في ال للرز، هنحط معلقة، انا نسيت اعمل الخطوة دي في الصلصة، هنحط معلقة توم مطحون وشوية خل. الخل اللي هحطه في الصلصة هيبقى اكتر شوية من الخل اللي انا هحطه في الرز هيبقى نسبة خل ضعيفة جدا. تمام، لكن الصلصة هزود فيها شوية الخل. دي كلها بنسب برضو، يعني ايه ما تحطيش كتير، انا هنا زودت الخل عشان هحطه على الصلصة، لان انا نسيت زي ما انا قلت لكم الخطوة دي اعملها قبل ما احط الصلصة. تمام، ف ايوه، بعدين بقى هعمل تاني نفس الخطوة ديت للرز. اللي هي برضه هنحط الصنم معاها معلقة زيت
الصنم يا بنات انا جايباه في السوق الكيلو ب50 جنيه، انا جبت نص كيلو ب25 جنيه. بتعمل ريحة حلوة جدا، مش بتبان خالص في الاكل. الدهنة بتاعتها اخف شوية من الدهنة العادية او اللية بتاعت الخروف. لو انتوا بتجيبوا لية وبتحبوا تعملوا بيها الاكل، الدهنة بتاعتها بتدي طعم حلو، بس اخف شوية من دهنة الخروف. بعدين بقى هنحط نص معلقة كبيرة، نص معلقة كبيرة توم، وهنحط نتفة خل، وبعد كده هنزل على طول بالرز وهتبله مرقة وملح بس. لو انت مش حابة تحطي مرقة ممكن تحطي شوية كمون صغيرين قوي وملح وخلاص كده. هتقولولي ليه انت ما حطيتيش شوربة؟ عشان انا محتاجة الشوربة لان انا اسقي بيها الفتة، زائد ان احنا بنحبها نشرب جنبها شرب. فانا لو استخدمت الشوربة مش هيبقى عندي شوربة اقدر اشرب بيها اسقي بيها الفتة، زائد ان احنا نشربها جنب الاكل. الرز يا بنات هتحط له ميه يا دوبك يبان نص المعلقه الكبيره، يعني لما تيجي تحطي نص المعلقه الكبيره نصها يكون بس هو اللي متغطي والنص التاني يكون باين. تمام، نص المعلقه مش ايد المعلقه، نص المعلقه، زائد ان انت بتخليه العين عليه عاليه. بعد ما يبتدي يعمل يعني يشرب حاجة بسيطة ويغلي، هتبتدي ان انت تقلبيه، وبعد كده تروح مطيه عليه ومغطيه. الرز ممكن مثلا يكون لسه فاضل حاجة بسيطة والمية بتاعته كلها تتشرب، الرز الابيض. انتي في الوقت دوت حتى لو ناي بتطفي عليه البوتاجاز وبتغطيه، بتسيبيه يشرب بقية ميته على السخونية بتاعة الحلة والبخار اللي هيطلع. ما تخليش الرز ناي لانه معجن مني كتير جدا. الرز الناي ما بيتعملش زي بقية الرز العادي، الرز بشعرية او رز بحبة بحبة. الرز ده بالذات لازم يكون فيه نسبة مية بسيطة هو اللي يشربها لوحده ويكمل سواه لوحده. هنا انا بقى ايه زي ما انتوا شايفين، الله اكبر، الطماطم اتسبكت. الطماطم انا ما بحطلهاش اي حاجه غير قرب ما بتتسبك، بحط لها معلقه صغيره او معلقه شاي او معلقه معلقه اللي هي السكر او معلقه الشاي سكر، بحطها في الطماطم بتبقى خفيفه كده، ما بتعملكش حموضه بعد الاكل. زائد ملح، كمون، فلفل اسود، وسنة شطة بسيطة لو انت عندك اطفال. لو انت ما عندكيش اطفال وبتحب الشطة، ياريت يكون كمان قرن فلفل حراق، واو، حاجة كده خطيرة. انا حطيت هنا الخل بتاع دقة الخل والثوم. هبتدي بقى ان احنا نرص الطبقات بتاعة الفتة بتاعتنا. ده الرز بعد ما استوى زي ما انا قلت لكم، انا سبته في اخر شوية مية يشرب مع نفسه. ودي الطماطم مسبكة ولونها حلو وتقيلة وجميلة خطيرة فعلا، وطعمها روعة. انا ما بحطش خالص كزبرة في اي نوع من انواع التوابل بتاعت الحاجات دي، لان لما جيت جربت طعم الكزبرة في الاكل حسيت ان انا باكل رز بملوخية او كشري، يعني مديالي طعم الكشري او الرز بالملوخية. فهي كل على بعضها عايزة تطلعي طعم فتة فعلا في كل المكونات. هو الثوم والخل، السر الثوم والخل، كل مكون لازم يكون فيه طعم الثوم والخل. انا كنت فيه قبل كده بعمل رز ابيض بس ما كانش بيعجبني، بحس ان طعم الرز مش مندمج مع طعم العيش، مش مندمج مع طعم الصلصة. فلما بقيت كل مكون بحط له توم وخل بنسب معينة، لان النسبة لما بتكتر بتحس ان انتي بتاكلي حاجة حامضة كتير، يعني طعم الحامض بتاع الخل بيبقى ظاهر اكتر. فانتي هتحطي نسب معينة، النسب بتاعتك بتبقى اقل من دقة الخل نفسه والثوم. دقة الخل والثوم انا مش بحطها الصرف، يعني بعد ما بتخلص بروح حاطه عليها 3 كبشات شوربة
ببتدي ان انا احط على العيش 3 أو 4 معالق، مش بحط شوربة كتير عشان خاطر العيش بتاعي يفضل مقرمش. بحط عليها بتاع 3 أو 4 معالق مع دقة الخل مع الشوربة، وبقلب كويس في العيش. بعد كده اروح حاطه الرز. بعد ما بحط الرز بروح رصه كبش الطماطم. بعد كده بتروح مكمله دقه الخل والثوم مع الشوربه من فوق. بعد كده بتروح مكمله بقى الطماطم العاديه بتاعتك، احنا بنحب الطماطم عليها كتير. هنا في بعض الاماكن في مصر مش بياكلوها بطماطم خالص، بيكتفوا بس بدقه الخل والثوم، ودي حريه شخصيه وده ذوق شخصي مع احترامنا للجميع كلهم. احنا بنحبها بقى بطعم كتير، بصلصه كتير جدا. وبعدين هتحطي وترصي اللحمه بتاعتك من فوق. اللحمه زي ما انا قلت القطعيه مهمه جدا يا بنات. انا زعلانه جدا على اللحمه اللي انا جبتها الصراحه، بس الحمد لله. يا رب تعجبكم يا بنات، وقولوا لي رايكم ايه في الكومنتات، وما تنسوش اللايك والاشتراك. انا عايزه اكبر بيكم، مش هقدر اكبر لوحدي، فياريت تساعدوني ان انا اكبر. ولو في اي تعليق لاي حتى تصوير الفيديو مش عاجبكم، الكاميرا، اتجاه الكاميرا، الحاجات دي كلها لو مش عاجباكم قولوا لي في الكومنتات، فيدوني. انا لسه جديده في الموضوع دوت. انا ساعات ببان متوتره كتير لان الموضوع بالنسبه عليا جديد. اهو يا بنات بصوا على الجمال. بعد ما بتعملي الخطوة ديت، الشوربة مع الدقة مع الصلصة بتبتدي ان هي تنزل تحت. بتيجي كده تلاقي الرز بتاعك حتى من النص فيه صلصة وشوربة ودقة والعيش بينزل عليه الصلصة. ايه الجمال ده، ايه الجمال ده، يعني حاجة كده كلها بتبقى مع بعضها. بتاخدي اللقمة او بتاخدي المعلقة بتاعتك، بتحسي ببقك كده، بتحسي كده زي ما يكون يعني انت بتروحي في عالم تاني فعليا. يا بنات انا ما كنتش بحب الفتة، انا والله فعلا ما كنتش بحب الفتة، ولما كانت بتعمل في البيت انا نفسي ما كنتش بحبها، واول الجواز ما كنتش بحب اعملها. لكن فعلا لما جربت الطريقة بتاعت ان انا اطعم كل حاجة عندي، تطعيمة الدقة والثوم، حاجة خطيرة فعليا. بالهنا والشفا، ويا ريت تجربوها يا بنات، والله العظيم بجد بعد الوصفة دي عمرك ما هتعرفي تاكلي فتة غير من ايدك الصراحة. هنا بقى انا برص اللحمة وخلاص. دي تعتبر اخر خطوة بتتعمل في الرصة بتاعة الصينية بتاعة الفتة. وبالهنا والشفا يا بنات، ويا ريت ندعو اللي هي اخواننا في سوريا وتركيا ان ربنا يعينهم، الوضع مش حلو مش ظريف، ويا رب يعين الكل يا رب. حتى الناس اللي بيوتها اتهدت ما يعني وهي بره، ما فيش مساعدات بتخش لهم، فربنا يساعدهم يا رب ويكون في عونهم. بالهنا والشفا يا بنات.